أسود الأطلس أصل تسمية منتخب كرة القدم المغربي، لكن بينما لمع نجم أسود الكرة في قطر، فإن أسود جبال الأطلس تندثر. نحو 40 فقط من هذه السلالة تعيش في حديقة الحيوانات في الرباط بعدما فقدت موطنها ومصادر قوتها بسبب الأنشطة البشرية. الاختفاء ديالو من الطبيعة فهو جاء على اثر لا ديغراداسيون ديال لابيتا ناتوريل ديالو في الطبيعه. يعني كانوا لي موفلون، كانوا لي سير، كانوا دوطخ ماميفير اللي كان كياكل عليهم، اللي كان كيقتات عليهم اسد الاطلس. من جهه اخرى كاين عاوتاني ليكستنسيون ديال لاكتيفيتي هيومان، ليكستنسيون ديال الفلاحه، ليكستنسيون ديال ليلفاج. فهادو كلهم عوامل اللي اداو لانقراض ديال اسد الاطلس في الطبيعه. يعرف أسد الأطلس بلبدته الكثيفة والطويلة التي تصل إلى بطنه وتعطيه طلة مهيبة، وهو أيضا رمز من رموز الملكية المغربية. القبائل اللي كتكون في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير كانت كتقوم بإعادة البيعة بإهداء الملك ولا السلطان أسد ولا مجموعة من الأسود ديال الأطلس. هذا اللي خلى بأن القصر الملكي منذ قديم الزمان كانوا فيه أسود ديال الأطلس. هذه الهدايا شكلت نواة الحديقة التي تضم اليوم أسودا أعمارها بين 18 شهرا و17 عاما، وأوزانها تصل إلى 300 كيلوغرام. حديقة الحيوانات بالرباط هي تتحافظ على آخر مجموعة من هذه الفصيلة اللي اندثرت في الطبيعة، واللي هي تبارك الله وصلت لواحد العدد كبير يوصل 40 أسد الأطلس. احنا من ناحية ديال المحافظة هناك استراتيجية للمحافظة عليها، وكذلك كاين هناك تعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية. أسد الأطلس البري كان يعيش في مجموعات صغيرة ويتميز بقوته وخفته بفضل التسلق والصيد في المرتفعات، وهذه هي الحياة التي يأمل القائمون على الحديقة في إعادة ملك الحيوانات إليها.